السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي أقول كلمتين للجهاز الفني ولعبة نادي الزمالك. صلوا على النبي وقولوا عليه الصلاة والسلام. أول حاجة آدم كايد مصلحش يلعب للزمالك خالص. اعملوا له إحصائية وشوفوا لو باصة 3 باصات صح في الماتش يبقى أنا فهمش حاجة في الكورة. دي أول حاجة. تاني حاجة يا عم جيد، الأهداف كلها جاية من تلا. الأهداف كلها اللي خشت في الزمالك الأغلبية داخلة من تلا عم جيد. هو مش عايز يجدد، واخد بالكم برقم الهدي الزمالك ودوه ليفربول، ودوه باريس سان جيرمان، ما يصلحش يلعب لنادي الزمالك. هو يمكن هو شايف نفسه يلعب في الدوري الانجليزي. نبي عم مجيد اقعد على حالك يا شيخ، نب مرضتني في الكوره انت. الناس اللي اقول على دونجا مستواه على كده ومش عارف ايه، اي نعم مستواه على كده، بس راجل عنده حماس، يعني عنده على الاقل حتى شويه دم جديد قاعد يخش يضرب يكسر. احمد حمدي مين اللي منزله لي انت واخد بالك مكان دونجا؟ يا راجل نزل حد 6، يا راجل نزل لي شغال لي عرق لي هو في الماتش. كورتيه تلعبوها هي دي يا جماعه، وهي شغل المجاملات بتاعتكم ده. عمر ناصر مين ينزل مكان الدباغ يا راجل؟ يا راجل جهز منسي، يا راجل جهز اللعيبه المنصح دي يا راجل، ما تشلوناش. وعمر جاب اللي ينزل الاسمي دي الواد 15 ده الاسمي يا جماعي، اسمي صلاح مصدق دي ليه يطلع ملاعب 10 على 10 هو زي الفل وتمام التمام؟ ليه ده كله اصلا؟ ليه احنا لاعبين 10 على 10 في دقيقه نكشفوا الملعب للخصم؟ الجنة مين يتعادلوا معاها دي يا جماعي؟ عيب عليكم، اقسم بالله تعبتونا في الكوره، اقسم بالله تعبتونا يا راجل. اللعيب الزين تطلعوه واللعيب العفش تقعدوه في الملعب. يا اخي بيشو اللي منزلوه، بيشو مين يا راجل؟ ميشو مين يا راجل؟ برضه في لعيب كوره اسمه ميشو يا اخي، ما تشلوناش يا راجل. اقسم بالله العظيم خلت الكوره تحرق الدم كده. الاهلي الروح المعنويه بتاعته في السماء الاهلي، واحنا نزلنا سابع ارض تحت. طب ليه ماتش يفرق؟ ماتش يعني ده اعتبر ده ماتش دوري. يعني حتى الماتش ال3 نقط دول لما اخسرهم ضد الاهلي يا اخي، اخسرهم ضد بيراميدز، اخسر ضد اي حد قوي. جنة مين؟ ده الجنة هتنافس على الهبوط تحت. هنهزروا حتى في الكوره بقينا هنهزروا، خلتوها خل. اقفل يا عم اقفل، والله الواحد ما يتكلم هنا من السنه الجايه على الزمالك الواحد دمه محروق برضه. يدوك ماتشيان يعرفوش يكملوا باقي الموسم زي دي انتصارات ولعب صح. طب انت نبله تكفل اقفل يا قطاش، ما تكلمش ثاني.